الله وبركاته. مبروك لجماهير النادي الأهلي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية. مبروك المنظر الرائع الجميل العبقري اللي احنا شفناه النهارده، استاد القاهرة اللي هيفضل لغاية ما نموت فخر لكل مصري. النهارده جماهير النادي الأهلي بتعمل ملحمة عشان تقول للمسؤولين اللي هم بيخرجونا بره مصر بلدنا أولى، ما نبقاش عاملين زي القرع نمد لبره. احنا عندنا النهارده الاستاد ده يرعب اي فرقه وبيرعب اي منتخب مهما كان هو. قول لي بقى الجزائر، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون، اي فرقه من الفرق دي او المنتخبات دي تيجي هنا تتكهرب زي ما انت شفت النهارده كده. جماهير النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه عامله ملحمه في الملعب. النهارده هي اللي مديه الدافع الرئيسي للعيبه، يعني هي اللي مديه الاداء اللي هو البطولي اللي احنا شفناه الشوط الاولاني والشوط الثاني. فشابوه. فدي رساله للناس المسؤوله عشان تحرموا تطلعوا اي ماتشات بره القاهره بره مصر. عندنا الاستاد، عندنا العاصمه الاداريه مفخره الجديد، اعمل اللي انت عايزه. النهارده الجمهور بيعمل ملحمه، مخلي طعم المباراه غير عادي، مخلي لعيبه الاهلي بتلعب وهي مستمتعه، في حد في ظهرها، لا خايفين بقى من حد وفي بلدنا وبنعمل اللي احنا عايزينه. فيا ريت بقى اصحاب السبوبه مفيش ماتشات بره تاني، مفيش ماتشات. انا مش هنتكلم كتير عشان بس ايه ما نحرقش على الفاضي. اكيد ان الرساله هتوصل بعد النهارده. جماهير النادي الاهلي اللي عملته دي لا يمكن لاي فرقه او اي منتخب يلعب بره الا بقى في الماتشات العاديه ان انت ماتش هنا وماتش هناك، انما غير كده انسوا بقى الموضوع بتاع السبوبه ده خلاص. النهارده جماهير النادي الاهلي بتدي درس 100,000 متفرج النهارده في الاستاد، حاجه تفرح، حاجه تشرف، وفي بلدنا. وعلى الاقل لو حصل حاجه انت في بيتك هنا في بلدك هنا، اهلك يزوروك، اخواتك يزوروك، عماتك تزورك، ولادك تزورك. انما بره هنتشحطط ليه ويتقل كرامتنا ليه؟ على العموم بقى احنا وصلنا الرساله. تعالى بقى النهارده لفرقه النادي الاهلي من اول ما من هم بيسخنوا، طبعا هم ناقلين قبل ما المباراه تبدا. لعيبه النادي الاهلي وهي بتسخن مركزه، بغض النظر بقى في ناس هتقول لي ده فرقه ضعيفه، فرقه قليله، فرقه على الاقل بطل اسيا والنادي الاهلي بطل افريقيا. يعني ده في بلده او في قارته ده بطل، واحنا عندنا النادي الاهلي بطل. فمباراه مالناش دعوه بقى يعني فرقه ضعيفه فرقه مش ضعيفه، ده معاهم فلوس ما شاء الله يصرفوا. يعني الفلوس اللي هي الميزانيه بتاعتهم تصرف على 5 6 انديه هنا في مصر. لو الفلوس بتاعتهم دي صرفت على ال5 6 انديه هنا هتشوف دوري مولع نار، هتشوف كرة مختلفة، هنشوف حاجة مختلفة تماما. ولكن احنا ملناش دعوة، احنا بنتكلم على النادي الاهلي اللي من اول ثانية، من اول دقيقة، من اول ما شفناه وهو بيسخن في تركيز وتركيز عالي اني عايز اخد المباراة دي، عايز اكسب المباراة دي، عايز اكسب مباراة بطل اسيا، وتحقق له ما اراد. من اول ثانية حسين الشحات انفراد، انا ما اعرفش الجون طلعها ازاي. يعني دي حاجه برضو غريبه. الكره دي كانت لازم تبقى جون، يعني هات وخد هو وسام ابو علي ضربوا الديفنس وهوب حطها في الضيقه، الجون تالق فيها حارس المرمى بتاع العين. بعديها على طول واحده تاني رامي ربيعه، وتنزل تروح لوسام ابو علي ويحطها تيجي في صدر الجون وتطلع ضربه ركنيه. بعد كده بقى الاهلي تسيد، وهو اللي لغايه ما حصل اللي حصل والضغط اللي حصل وكره خبطت في رجل امام تروح للمدافع، قام جاي حاططها لوسام ابو علي. كويس ان هي راحت للمدافع، لان لو كمل بيها امام ما كانش هيعمل الثرو باص اللي هو عمله المدافع لوسام ابو علي. احرز الهدف ده بقى الفرود اللي احنا نقول عليه فعلا فرود. من ربع فرصه، من ربع فرصه استغلها جاب جول. بعد كده بقى الشوط الاولاني خلص، النادي الاهلي مستحوذ، النادي الاهلي بيضغط في كل حته في الملعب، يعني محسس الفرقه الثانيه ان هي ما جاتش، هي لسه في الامارات ما جاتش. وبعد كده الحكم صفر وانتهى الشوط الاولاني 1-0. نزلوا الشوط الثاني، من هنا بقى لازم كولر كان يبدا يعمل تغييرات. ليه بقى؟ لان خلاص حسين عمل الربع ساعه الاولانيه هايل، طاهر محمد طاهر شويه وهايل. بعد ما ربع ساعه من الشوط الثاني كان لازم يبدا بقى يجدد دماء الفرقه، في رضا سليم وفي بيرسي تاو وفي عندك قفشه. كانت النتيجه اختلفت، وفي سوليه. والله كانت النتيجه هي احنا النادي الاهلي كسب 3، كان كسب 5 و6 و7 النهارده. ليه؟ لان في دوافع للعيبه. وبعدين
هتكلم على كهربا في الاخر يعني. يعني لازم كان جدد نشاط الفرقه تاني. ليه؟ انا كسبان وبعد كده جبت الجون التاني في اول 10 دقايق ولا 12 دقيقه من الشوط التاني. كان لازم يعمل التغييرات بقى. التغييرات دي هتدي دوافع لرضا سليم والبيرسي تاو والقفشه، تخلي الشكل حاجه تانية خالص، تخلي الايجابيه حاجه تانية خالص. الفرقه وقعت، وانا متهيألي ده هو منزل قفشه في الدقيقه 88، يعني هو منزل قفشه في الدقيقه 88. انت ليه صبرت كل ده على طاهر، وصبرت كل ده على حسين الشحات، وصبرت كل ده على امام جاب جون، الجون الثاني عالمي. الجون الثاني عالمي، مع العلم ان في واحده جات له قبل الجون ده. اسند وشوت يا عم، انت عايز تاخدها على الطاير ليه؟ اضمن، اضمن الاول. وعلى فكره جات له في ماتش، في كورتين في ماتشين الزمالك اللي هو الاخير ده، نفس الكوره كده ترتد ومفيش حد معاه بيشوط ومستعجل ليه؟ ما تحط اسند واضمن الكوره وبعد كده حط رجلك، انت رجليك تقيله. فبعد الجون الثاني كان لازم التغييرات بقى، فوق الفرقه بقى، وبدل ما هي 2 كانت بقت 3 و4 و5 بس. فده طبعا الجون الثالث من ضربه جزاء ضغط فيها وسام ابو علي الفرود اللي هو عالمي. اتحسبت ضربه جزاء لعمر كمال عبد الواحد، وبعد كده قفشه دخل شاطها. وقفشه برضه تحسب له لان نازل نفسه مفتوحه. الجماهير دي بالذات للاعيب الكوره لما بينزل ان شاء الله يكون 3 دقائق 4 دقائق دقيقتين في وسط جمهور زي الجمهور اللي كان موجود النهارده في الملعب، بالذات للاعيب الكوره بيبقى عايز يعمل كل حاجه في الدقيقتين 3 دول. فقفشه كان لازم يثبت وجوده ويشوط ضربه الجزاء، وشاطها وجابها. والحمد لله ان هو جابها، عشان بس ما حدش يقول ايه ده هو نفسيه وعايز ياخد اللقطه والكلام. لا، هو بيدي لنفسه ثقه في وسط الجماهير اللي هو نازل عايز يعمل لها حاجه دي. هنتكلم على كهربا بقى في ايه، في لقطه صغيره، عشان بس الناس اللي هي ايه يعني امبارح كنا بنتكلم عليه في البرنامج. فاولا كهربا النهارده كان لازم ياخد ده قولا واحدا، طالما ان انت فكيت العقوبه وقلت ان ينزل يتمرن، وكان النهارده في السكور. يا عم اديله اخر 5 دقائق، انت هتغلب في ايه؟ بس عشان النفسيه. انما انت مرقد له، كولر مرقد له. يعني هم خدوا القرار بتاع ان فكينا العقوبه ماشي، نزلنا الغرامه ماشي. طب لو في نيه صافيه بقى اديله 5 دقائق، بين للناس ان انت ما فيش بينك وبينه حاجه. بين للناس ان العقوبه اللي فاتت دي ان انت بتحط الناس اللي بتطلع تتكلم على كهربا، انت وكهربا، وان انت مش عايزه وان انت مش في حساباتك والكلام ده. اكسف الناس يا راجل، اديله 5 دقائق بس. ده ان ده اللي يدل على ايه؟ ان لسه النفسيه مش صافيه، وهو اللي في دماغه في دماغه. زي ما انا قلت امبارح ان هو من اول الموسم هو مش عايزه. لجنه التخطيط ومجلس الاداره فرضوا عليه، لان هو لما سافر قال لهم ما يلعبش كمان الكام ماتش المتبقي من الدوري. ولما سافر الراجل اتفاجئ ان هو بيلعب في الدوري. حتى كلمهم وقال لهم ده بيلعب ليه؟ مع العلم ان كهربا، انا لو هو، مع ان هو اللي ملاعبه في الحته دي وهو اللي رجعه تاني للحياه بعد ما مات، لان هو لو كان لعب على الطرف هنا او هنا كهربا ما كانش هيديك بجنيه. كهربا لما لعب في الحته بتاعت الفيرود دي وجاب جون 2 3 الدنيا عليت معاه. فدي حاجه تحسب لك يا عم كولر، لانك انت اللي لعبته في الحته دي، انت اللي اكتشفته في الحته دي. فانت المفروض لو في نيه صافيه النهارده اديله 5 دقائق. ايه المشكله؟ ريح وسام واديله هو 5 دقائق عشان تبين للناس كلها ان انت ما فيش بينك وبين، انت راجل محترف اهو. حتى اللي حصل في الامارات، لا انا كمان بديله كمان فرصه اهو، بديله 5 دقائق. انت بتحرج كل الناس اللي هتطلع تتكلم النهارده على كهربا. والترقيده اللي انت مرقدها له دي ان انت مش عايز تلعبه تاني. وواضح يعني، هو واضح ان هو ايه، مش انتوا رجعتوه وشلتوا له الغرامه بس هو برده مش في حسابات، مش انتم مقعدينه كمان في السكور وفارضينه عليا بس مش هلاعبه. مع ان احسن وقت يلعب فيه النهارده كهربا اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه دي بتاع الكهرباء، وكان هينزل يموت نفسه سواء جاب او ما جابش، بس هينزل مع الجماهير اللي موجوده دي. انا بقول لك الكهرباء كان هيكسر الدنيا في الربع ساعه ولا ال10 دقائق اللي كان، ال5 دقائق كمان اللي كان هياخدهم. ولكن النيات مش صافيه. عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت امبارح كنت قاسي، لا النادي الاهلي عايز مصلحته. لا، لو عايز مصلحته كان لعب النهارده زي ما فرضوا النهارده ان يقعد على الدكه، كان فرض النهارده ان يلعب ويريح وسام، يبقى عندي 2 فراوده. وكهربا انا بقول لك لا يقل عن حسام، لما بياخد ويلعب ويشتغل بيبقى اخطر فيرود في مصر. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للكره المصريه النهارده. الجماهير اللي حضرت دي وبتدي درس للناس بتوع السبوبه عشان تحرموا تطلعوا بره تاني، عشان تحرموا وتطلعوا بره تاني. عندنا استاد القاهره مفخره ومقبره، مفخره لكل مصري ولكل رياضي في مصر ولكل مصري. مفخره ومقبره للفرق اللي هي ادي بقى منتخبات انديه. الملعب ده والله العظيم والله العظيم وش السعد على الرياضه المصريه والفرق المصريه. عشان نبطل بقى السبوبه ونجري عشان الهدايا ونحط وما اعرفش ايه ونبهدل نفسينا ونروح مش عارف هنا ونروح هنا، بيتقل قيمتنا. احنا كبار قوي
احنا جامدين قوي، احنا احسن حاجه في الدنيا. مصر دي فعلا ام الدنيا، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط اللي ورايا ده. مبروك، الف مليون مبروك. وده درس للمسؤولين اللي ماسكين عشان تحرموا تطلعوا بره مصر تاني. السلام عليكم.